الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، والآية اللي في القرآن الكريم وأما بنعمة ربك فحدث. وفهمت الفرق، والفرق انه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. انا دلوقتي كنت بحب واحدة جدا ورايح اتقدم لها، او مثلا بتعرف على واحدة صالونات، ما ينفعش اروح اقول للناس كلها الا لما ناخد خطوة سيريس. نفسي ان انا اجيب عربيه، فرايحه اقول للناس كلها انا بحوش يا جماعه عشان اجيب عربيه. او مثلا انا عايز اعمل مشروع، يا جماعه انا بعمل فيزيبيليتي ستادي للمشروع، بعمل له دراسه جدوى، بدور على موظفين وبدور على مش عارف ايه. مفيش حاجه بتتم، فان انا لازم اداري على حاجتي لحد ما تتعمل. فاستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، افضل محافظه على الحاجه سر لحد ما تتم. اما بنعمه ربك فحدث، فانا خلاص بقول ان هي حصلت او تمت، او انا اشتريت او عملت مشروع عشان اعمل له ماركتنج، او ان انا خطبت الانسانه اللي انا بحبها. مش بشوفه متعلق بالحسد قوي. الحسد طبعا مذكور في القرآن وكل شيء، بس بشوف انه ممكن تكون برضو نية الشخص اللي قدامي. النوايا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. بس الفكرة في انه انا ممكن اكون متقدم لي عريس، صاحبتي فرحانه لي قوي وكل حاجة، بس ان هي من جوه اشمعنى هو ما جاليش انا؟ طب هو انا فيا ايه ناقص؟ الطاقة بتاعتنا ما بتكونش احسن حاجة. فاستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لحد ما تمسك الحاجة، لحد ما تبقى واقف على أرض فعلا ثابتة، مش أرض مهزوزة. أنا لما أحوش عشان أجيب عربية، أنا ممكن الفلوس دي تروح تضيع لا قدر الله في أي شيء، فأنا لسه مش ممسوك الحاجة في إيدي. فالفرق ما بين استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وأما بنعمة ربك فحدث، الفرق ما بينهم عظيم.